حماتي طلبت مني أروح أنظف لها شقتها تنظيفة رمضان. صلي على النبي واشتراك في القناة. ورغم إني كنت تعبانة ومهدودة من شغل بيتي والتنظيف وطلبات ولادي، ما قدرتش أقول لأ. رحت وعملت كل اللي يرضيها. شلت البيت شيل، سجاد وستاير ومفروشات، خليت البيت بيبرق من النظافة. صلي على النبي واشتراك في القناة. وبدل ما تشكرني، لقيتها بتقولي بكل برود: بقولك إيه يا هناء، بكرة تروحي تنظفي شقة بنتي أخت عصام. أصل البت ضعيفة وتعبانة ومش حمل مجهود، وعيالها هادين حيلها. صلي على النبي واشتراك في القناة. ساعتها ما قدرتش أسكت، وقلت لها بأدب: يا ماما أنا كمان والله جسمي وجعني وتعبانة جدا، مش هقدر أعمل شقتين في يومين. صلي على النبي واشتراك في القناة. وشها اتقلب وبصت لي بصة عمري ما هنسى سوادها، وسكتت. وسكوت حماتي دايما بيبقى وراه عاصفة. صلي على النبي واشتراك في القناة. ليلة أول يوم رمضان، رجع جوزي عصام من الشغل وداخل بكرتونة كبيرة تقيلة. حطها في نص الصالة وقال بنبرة فيها حنية غريبة استغربتها: يا هنات، دي كرتونة رمضان، أمي بعتها لكو، شوفي ناقصها إيه وزوديه، وعاوزك تاخديها معاكي وإحنا رايحين نفطر عندهم بكرة، قولي لهم دي هدية بسيطة مننا. صلي على النبي واشتراك في القناة. فرحت جدا وقلت في سري: الأصيل أصيل. وحسيت إن حماتي حنت عليا وبتصالحني بالكرتونة دي. صلي على النبي واشتراك في القناة. خدت الكرتونة للمطبخ وقلت أزود عليها يميش وحاجات من عندي. فتحتها ببطء وبدأت أطلع الحاجة واحدة واحدة: سكر، زيت، علبة سمنة. صلي على النبي واشتراك في القناة. لحد ما وصلت الكيس الرز التقيل اللي في القاع، وأنا برفعه لقيت تحته ظرف أسود صغير متقفل بلزق جامد ومحشور بعناية. صلي على النبي واشتراك في القناة. إيدي وقفت مكانها وقلبي انقبض. فتحت الظرف وأنا إيدي بترتعش، ووقعت الصور على الرخامة زي الصواعق. صور لجوزي عصام مع: صلي على النبي واشتراك في القناة.